سواء كانوا من الحاقدين من الملحدين من الصهاينة. كل الشبهات التي يثيرونها في مقالاتهم وجرائدهم وفي المنتديات على الإنترنت جمعناها كلها وصنفناها على بشكل حروف أبجدية، ووضعنا الإجابات على جميع الشبهات التي تثار، بحيث إذا ذكر أي شخص أي شبهة على الإسلام مباشرة بإمكاننا إيجادها خلال لحظات ونقول هذا هو الجواب عن شبهاتك. كذلك لفت نظري أن التوحيد هو سبب رئيسي في دخولك للإسلام. السؤال هو: ما الذي لفت نظرك في التوحيد؟ дело в том, что для меня был важный вопрос. أكثر ما شدني في التوحيد هو لمن نتجه. في النصرانية كنا ندعو القديسين في دعائنا، أو عندما نتوجه إليهم بطلب النجاة كنا نتوجه إلى أشخاص سواء كانوا أمواتا أو أحياء. في الإسلام لا يوجد هذا الأمر. أيضا الأمر الآخر الذي أثر بي كثيرا وهو قضية الاعتراف. عندما كان يأتينا المذنبون ويطلب منا أن نغفر لهم ذنوبهم، نحن كقسيسين كنا نفعل ذلك ونقول للشخص المذنب: لقد غفرت لك ذنبك. وأنا كنت أشعر كأنني نبي. من الذي أعطاني الحق في أن أغفر للناس ذنوبهم؟ ومن سيغفر ذنبي أنا شخصيا؟ لذلك شعرت بتناقض كبير. أما في الإسلام فالأمر أمر التوحيد أمر واضح لا شك فيه. هناك إنسان وهناك خالق ولا صلة ولا يوجد أي وسيط بينهما. طيب، أنت عند دخولك للإسلام طبعا لا شك أنك مراقب وقارئ، وكونك عضو برلمان سابق فأنت مطلع على الأوضاع السياسية وشايف أنه أوضاع المسلمين أوضاع فيها ضعف وفيها تشتت وفيها تمزق. طيب، هذا ما يجعلك أنك أنت تعيد التفكير في عدم الدخول للإسلام؟ كيف أنا أدخل لدين أصلا دعاة وحماة ومن يؤمن فيه ليسوا بأقوياء ولهم وحدة واحدة؟ فما جعل عندك نوع من التردد؟ أنا دخلت الدين الذي أرسله لي الله سبحانه وتعالى، فأنا دخلت في الإسلام من خلال قراءاتي. لا يعنيني إذا كان أصحاب هذا الدين ضعفاء، هم قد يكونوا ضعفاء أحيانا وقد يكونوا أقوياء أحيانا أخرى، ولكن أنا اقتنعت بالإسلام فدخلت فيه. طيب، وكونك دخلت في الإسلام من خلال قراءاتك وبحثك، ما عندك شعور أننا نحن من يعمل للإسلام مقصرون كوننا لم نوصل لك الإسلام ونتحاور معك لدعوتك للإسلام؟ Нет, разумеется, что недостатков в нашей жизни и в жизни каждого. لا شك أن هناك سلبيات كثيرة، ونحن بحاجة إلى العمل أكثر لخدمة الإسلام. أنا أستطيع أن أخدم الإسلام من خلال دفاعي عن الاعتداءات الفكرية على الإسلام. أنا على اطلاع على النصرانية وعلى الشبهات التي تثار وعلى الإسلام، وبإمكاني أن أخدم الإسلام في هذا المجال. من القصص التي يعني عرفتها عنك أنك قبل دخولك في الإسلام بسنوات طويلة جاءك مرة رجل في روسيا وقال لك وأنت قسيس إنك ستدخل في الإسلام ثم مشى. فهل هذه القصة صحيحة؟ نعم، هذه القصة صحيحة. عندما كنت أعمل في الكنيسة الأرثوذكسية في طاجيكستان في مدينة دوشانبي العاصمة، جاء إلي شخص كبير وفجأة قال لي أنت ستدخل الإسلام، ثم خرج، وفعلا تحقق هذا الأمر بعد 15 عاما. طيب، وهل تعرف أنت هذا الرجل من هو؟ لا أعرف هذا الشخص، واستغربت أيضا لمقولته. لا بد أنه شخص شجاع يعني لكي يتمكن من الدخول إلى الكنيسة الأرثوذكسية في ذلك الوقت ويعلن ويقول للقسيس أنك ستدخل في الإسلام. يعني كان ممكن هذا أن يتعرض للضرب أو للاعتداء، ولكنه فعل هذا وخرج بعد ذلك. نعم. طيب، الكتب التي قرأتها عن الإسلام وشرحت صدرك ودخلت في الإسلام، هل هي كتب إسلامية أم هي كتب غير إسلامية؟ قد تكون فلسفية أو تراثية أو حتى قد تكون مسيحية. قبل دخولي في الإسلام لم أقرأ أي كتاب إسلامي. ترجمة القرآن التي كانت موجودة لم أستطع فهمها. أنا بنفسي وصلت إلى فكرة التوحيد. شاهدت في التلفزيون برنامجا كان يتكلم عن التوحيد في الإسلام،
وقد يعني شدني هذا البرنامج، وفي النهاية وجدت أن الإسلام هو فعلا دين التوحيد. ممكن تحدثنا عن نظرتك للمسلمين قبل دخولك للإسلام واحتكاكك مع المسلمين والتعرف عليهم؟ То, что я слышал, طبعا معلوماتي كنت أستقيها من المصادر الخارجية، وكانت كلها معلومات سلبية عن الإسلام، ولكنني في داخلي كنت أشعر أن هذه المعلومات خاطئة. لذلك عندما أصبحت رئيسا للجنة الأديان في البرلمان عندما كنت عضوا في البرلمان الروسي، وضعت نائبا لي من المسلمين، وكنت كلما أصدر قرارا يختص النصرانية أصدر قرارا مماثلا للإسلام، فإذا سمحنا بإنشاء الكنائس فلا بد أن نسمح بالمساجد وهكذا. وليس يعني قريبا جدا التقيت بأحد المشايخ من الشيشان، وقد تذكرني وقال بأنني في سنة 1991 أصدرت قانونا بالسماح بإنشاء أول مدرسة في الشيشان. طيب هل هناك من كلمة أخيرة تحب أن تقولها؟ أنا سعيد جدا لوجودي في الكويت، هذا البلد الطيب، بدعوة من وزارة الأوقاف، وأشكرهم على هذه الدعوة، وهذه أول مرة أتواجد فيها في بلد إسلامي، وأنا جدا مسرور للمعاملة الحسنة والطيبة من الناس، وسعيد جدا لأنني تعلمت هنا بعض المعارف والعلوم الإسلامية واللغة العربية. Вот, поэтому я очень счастлив и признателен моим братьям за гостеприимство.